عشان كده ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهل يمكن إنه يصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويصوم رمضان ويكون مشرك؟ أيوة ممكن. يكون قاعد يدي درس حتى للناس في الجامع، الله قال الرسول قال ويقرأ قرآن يقول ويمشي يقول يا فلان. شفت لما يجي قايم يقول يا فلان، فلان ده منو؟ شيخ أبو زيد. أبو زيد ده حي ولا ميت؟ ميت، مات 200 بقى له 1000 سنة. بيسمعك لو ناديته؟ أيوه بيسمعني. أقول لك يا زول أبوك وينه؟ بيتكم وين؟ قال بيتنا جنب الجامع. كده نادي لي أبوك. أبوي ما بيسمعني. أبوك مش حي؟ مش قاعد جوا البيت؟ صاحي ولا نايم؟ صاحي. طب تناديه وقال لا 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 أبوي ما بيسمعني. أناديه كيف؟ أنت مجنون. أدى أبوه سمع بشر، لأنه بشرك سمعك محدود يا بني آدم. ما بدك كذا كيلو ما بتسمع، كذا كيلو ما بتشوف. أدى أبوه سمع بشر، لكن أدى شيخه سمع الله. شيخه يسمع من بعيد وقريب، إن كان حي لو ميت يسمع من محل ما موجود، وأبوه ما يسمع. أدى أبوه سمع عادي، وده شيخه سمع الله الذي يسمع من بعيد. وقاعد هنا ينادي واحد مدفون في العراق، وهذا هو الخطأ الكبير يا إخواننا. رغم أن القرآن يقول لك اللي بتنادوهم ديل أموات غير أحياء. مش كفاية تقول أموات يا الله. أيوة لا مو كفاية عشان يفهمك أكثر. أموات غير أحياء وما يشعر. الله تأكيد للموت. خلي بالكم مش الآية أموات مش كفاية كده إنهم ميتين، لا غير أحياء. وبعدين تأكيد للموت، وبعدين وما يشعرون أيان يبعثون. تأكيد للموت ذاته عشان يوري الإنسان إنه العبد ده مهما إن كان حيا هو لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. وإن كان ميتا من باب أولى ألا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. وإنما المالك لكل ذلك الله جل جلاله.